لما يجيلك اوردر مستعجل بالتالي انت بتخسري، لان انت بتشتغلي على اعصابك وبيبقى عندك ضغط نفسي بسبب ان الاوردر مستعجل وانت ما لحقتيش اشتغلتي عليه براحته واديتي كل حاجه حقها وكل حاجه وقتها، بسبب ان انت خفتي تقولي للعميله لا، سواء بقى على بناء على اي حاجه. المهم ان انت اللي في الاخر طالعه خسرانه، لان انت اللي شغاله على اعصابك واستعجلتي في الاوردر عشان يطلع لها بالفينش اللي انت طبعا بتخرجيه على طول. فعلى طول انا حابه اقول لكم لا، بلاش ان انتوا تعملوا كده. الرزق مش بتاع حد، الرزق بتاع ربنا. انت كده كده رزقك هيجيلك، فحاولي ان انت ما تجيش على نفسك وتيجي على اعصابك وتيجي على وقتك وتيجي على مجهودك. وبسبب ايه؟ بسبب اوردر مثلا ما فيهوش اي حاجه في الاخر، مثلا انت هتطلع لك غير حاجه او نسبه بسيطه، وفي الاخر العميل مش هيقدر لما الكيك يروح له مش شارب من بعضه كويس، مش متجانس، الطبقات مش ماسكه في بعضها. لو في اي كومنت بسيط بسيط على الكيك، العميل مش هيتقبلها. مش هيقولك لا انت خلاص، انت كتر خيرك ان انت عملتي لي الاوردر بسرعه وانا اللي زنقتك. لا، مش هيشوف الحته دي. هيشوف ان انت اللي في الاخر وافقتي على الاوردر وانت من البدايه قبلتيه، فلازم تديله حقه تالت ومتلت. فما تجيش على نفسك، لان محدش هيقدر ده غيرك انت. زي ما انتوا شايفين كده، الكيكه اللي معايا دي مقاس 16 ارتفاع 5 طبقات، محشيه نص فانيليا وصوص فراوله ونص شوكليت ونوتيلا. والجناش احنا عملناه مع بعض اكتر من مره زي ما انتم عارفين، وعامله فيديو مخصوص للجناش. وكمان هنا هشتغل على المجسمات بتاعتي. المجسمات معايا ليها علاقه بكليه الصيدله، لان العميله كلمتني وقالت لي انا عايزه تورته بمناسبه ان اخوها اتخرج وهيدخل كليه صيدله. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه انا بدات بيها الترمومتر. والمجسمات بتاعتنا سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي تعقيد. يعني انت لو اول مره تعملي المجسمات بتاعه الصيدله دي هتبقى معاكي كويسه جدا، وسهله، ما فيهاش اي تكنيك يعني. بالنسبة لبودرة سي ام سي انا بحطها عشان تشمع معايا العجينة، ولازم العجينة تعجنيها كويس في ايديكي، تحصلي على ملمس مطاط للعجينة. لو العجينة ما دعكتهاش كويس مش هتديكي الفينش بتاعها كويس. فلازم تاخدي بالك من النقطة دي، سواء بقى اللي انت هتفرديها على الكيك او سواء اللي انت هتعمليها مجسمات. لازم العجينة تتعجن كويس ويبقى فيها مطاط كده، او العجينة نفسها تحصل معاكي على عجينة مطاطية عشان تكون معاكي كويسة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده يعتبر خلاص انا خلصت هنا الترمومتر، وهبتدي اعمل هنا السرنجة. سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقول لكم اللي طلع الفينش بتاعها تحفة جدا. القلم اللي احنا بنكتب بيه على عجينة السكر، والسلوك اللي هي الواير، سواء بقى انت جايباها من عند خامات مستلزمات الحلواني او جايباها من عند الموان، زي ما انا ما بجيب السلوك بتاعتي من عند الموان. ما بتفرقش حاجة، هي السلوك. بس انا ما لقيتهاش متوفرة عند خامات ومستلزمات الحلواني اللي قريبين مني. لقيتها متوفرة عند الموان فجبتها واشتغلت معايا تمام جدا. عشان بس جالي كومنت ازاي بتجيبي حاجة من عند الموان بتحطيها في قلب الكيك. اكيد انا مش جايبة السلوك كده، دي سلوك نظيفة، وانا كمان بجيبها بشطفها كويس جدا بالمية وبنشفها كويس عشان ما يحصلش فيها صدى او اي حاجة. وبعد كده بعمل ازازة الدواء زي ما انتم شايفينها. الازازة اللي انا حطاها من الداخل كاسطمبة دي ازازة داست، اصلا الداست اللي احنا بنستخدمه اللي هو الجليتر. فكانت فضيت من عندي، بالتالي انا ما برميش حاجة زي كده. لما بتجيلي اوردرات مثلا بتاعة الجيم برضو بتمشي معاها، بنعمل مثلا علبة البروتين بيها. اوردر زي كده مثلا في علاج مثلا ممكن نعمله بيها. فحطيت بقى عندي من فوق قطع من العجينة كده، وبدأت ان انا اعملها مشرشرة عشان تديني شكل افكت ان هي ازازة دواء حقيقية. وبعد كده بعمل الشريط اللازق بتاع الجروح اللي هو بيبقى متوفر على طول في الصيدليات. فاحنا كل شغلنا على الشغل والحاجات اللي بتتباع في الصيدلية. وبنقطها كده عشان يكون شكلها طبيعي اكتر، وبعد كده بحط عليها القطعة الصغيرة البيضة ديت. وعملت عندي كبسولات حمراء وكبسولات احمر فاصفر، يعني الموضوع دخل في فيتامينات بقى وشغل تاني خالص يعني. وبعد كده بعمل السماعة دي اصلا من اهم حاجة في التورتة.
وعايزه اقول لكم ان انتوا لازم تاخدوا بالكم ما تعملوش زي ما انا عملت كده، اشتغلت والحجم الكيك ما كانش قدامي. على الاقل لو الكيك مثلا معاكم بتسقعوه زي ما انا مثلا عامله كده والكيكه شايلاها من قدامي، وببتدي ان انا اعمل مجسمات الاول، يبقى احط قدامي على الاقل، احط قدامي الصينيه بتاعه الكيك، اقلبها عندي كده على ظهرها واحطها هي كاسطمبة، اني انا اعمل نسبة وتناسب عشان اعمل مجسمات على قد الكيك، ما اعملش مجسمات وفي الاخر تطلع معايا كبيرة زي ما انا عملت كده. يعني انا هنا السماعة اللي انا عملتها دي طلعت كبيرة جدا على حجم الكيك، فبالتالي لما جيت احطها عندي على الكيك قصيت منها كتير قوي، قصيت منها جزء كبير. فعشان كده بقولك يعني حتى كمان لما جت واحدة كلمتني على الخاص قلت لها في حاجة اسمها نسبة وتناسب، يعني انت دلوقتي عشان تشوفي هي الحاجة وهي محطوطة على الكيك هتطلع معاكي مظبوطة ولا لا، هاتي الصينية اقلبيها وحطي عليها الحاجات بتاعة الكيكة، المجسمات بتاعة التورتة، شوفيها هتطلع معاكي عاملة ازاي. بعد كده عملت هنا الكيس بتاع الصيدلية اللي هيبقى ملفوف عليه تعبان، ده اصلا بيكون رمز الصيدلية، ان بيكون عليها كيس وملفوف عليه التعبان كده. واحنا عملنا كل حاجة ليها علاقة بمستلزمات الصيدلية. بعد كده جبت الكيك زي ما انتم شايفينها، انا بحط كده عجينة السكر من تحت، وبعد كده بقلب عندي الكيك وببتدي ان انا احط عجينة السكر على الجناب. انا وريتكم الطريقة دي ووريتكم الطريقة التانية الاسهل ليكي اشتغلي بيه، وزي ما تحبي او زي ما ترتاحي اعملي باللي يريحك اكتر، لان ده شغل ممكن مثلا انا اخد على طريقة معينة اكون انا مرتاحة فيها، انت تيجي تجربيها تكون صعبة معاكي ومتعبة معاكي. وممكن برضو انا اوريكي طريقتين انت بقى اللي يريحك تقدري ان انت تستخدميه. وزي ما انتوا شايفين هنا انا في الوقت ده مرضتش اعمل بالقطرات الصغيره بتاعه عجينه السكر، عشان برضو لو انت مش متوفر عندك تقدري ان انت تظبطي الحواف بتاعه العجينه كده من غير اي قطر. جبت عندي اي سباتيولا وابتدأت ان انا اقص بيها العجينه، بتكون افضل بكتير. وبعد كده حطيت عندي الكيس اللي محطوط عليه الثعبان ده زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت برضو بظبط فيه وبلزقه عندي بالمية، عشان دي عجينة سكر، اللي هيلزق على العجينة هيكون مية بس فقط لا غير. زي ما انتوا شايفين السماعة انا صغرت فيها كتير جدا جدا جدا، فعشان كده بقول لكم لازم تاخدوا بالكم من موضوع النسب والتناسب. لازم تشتغلي على الكيك على طول، يا اما تجيبي الصينية زي ما قلتلك وتعملي عليها. بعد كده هنا الروجيتا زي ما انتم شايفينها حطيت عليها اسم العميل، هي كانت عايزاه باسم اخوها يعني وكده، وعملت لها الاسم الحمد لله. والتورته عجبتها جدا، ولزقت عندي الكبسولات بميه عادي خالص ولزقت معايا بمنتهى السهوله. وزي ما انتم شايفين الكيك برضو ما شاء الله شكله جميل، وكتبت اسم العلاج على العلبه عشان يبقى الموضوع ماشي اكتر مع بعض. لو فيديو النهارده عجبك، هو طويل جدا وخد مني مجهود جدا عشان اصور كل التفاصيل دي، ومسرعاه على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عشان في ناس كتير بتزهق من الفيديو يكون طويل. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك وشير كالعاده عشان الفيديو توصل لاكبر عدد من المتابعين. وكالعاده برضو هقول لكم هستنى رايكم تحت في التعليقات، لان بحب جدا اشوف رايكم، لان رايكم طبعا يهمني. وكمان لو عندك اي استفسار سيبهولي وانا ان شاء الله هردلك عليه، ولو ما قدرتش افسرهولك في قلب التعليق هعمل لك فيديو مخصوص باذن الله. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.